السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كاياك فلايت هوتيلز اند كارز. التطبيق ده مساحته 35 ميجا، حمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحجز الفنادق والسيارات والرحلات. لو انت مسافر رحلة، مسافر شغل، مسافر عمل، مسافر هاني مول تقضي اجازة جوازك، مسافر انت واسرتك، مسافر انت وعيلتك، مسافر انت واصحابك، اي حاجة من الحاجات دي سواء داخل البلد او خارج البلد، فانت اكيد هتحتاج التطبيق ده. ليه؟ لان التطبيق ده اول حاجة بيقدر ان هو يعرفك اسعار تذاكر الطيران سواء الداخلي او الخارجي. يعني لو انت هتسافر بالطيران من مدينة لمدينة داخل البلد اللي انت فيها، او تذاكر طيران من بلد اللي انت فيها لبلد تانية، هعرفك اسعار شركات الطيران كلها وافضل سعر مناسب للميزانية المتاحة بتاعتك يعني. كمان بيقدر يعرفك اسعار الفنادق لو انت رايح على فندق معين، او لو انت لسه حابب تختار على حسب المكان اللي انت او المدينة اللي انت هتنزل فيها، يعرفك الاسعار بتاع الفنادق. الفندق ال3 نجوم، الفندق ال5 نجوم، الفندق ال7 نجوم، الخدمات اللي هي المقدمة في الفندق. الحاجات دي كلها بتختلف من مكان لآخر. كمان بيقدر ان هو يعرفك اسعار ايجار العربيات على حسب طبعا الموديل، وعلى حسب الماركة اللي انت عايزها، وعلى حسب برضو المدة اللي انت عايزها. يعني محتاج عربية موديل السنة دي، عربية مثلا تكون متاحة معاك خلال رحلة السفر، مثلا اللي هو اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، على حسب. فانت بتقدر تختار العربية اللي انت عايزها وتقدر تعرف السعر. طبعا كل ما المدة بتاعت ايجار العربية بيزيد كل ما السعر بتاعها بيقل، والعكس كل ما المدة بتقل كل ما الايجار بيزيد. يعني لو مثلا بتاخدها في اليوم مثلا ب100 يورو، لو هتاخدها باسبوع ممكن يكون ب500 يورو او 500 دولار، وهكذا. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله عشان في بعض الناس بتحمل بتشاهد الفيديو تحمل التطبيق وتلاقي فيه حاجات مختلفه، تكتب في التعليقات تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل حاجه موجوده في التطبيق سواء الايجابيه او السلبيه. ده اللي ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده، لان اللي بيشاهد الفيديو بعد فتره طويله اكيد بيلاقي فيه حاجات متغيره. لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بننزل لها تعزيزات مستمريه، ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل تحديث للتطبيق يغير من معالم التطبيق كلها. عشان كده دايما بنأكد وبننوه على الموضوع ده. وشكرا، السلام عليكم.